بيبدأ الفيلم مع مسجون اسمه جون كالي، واضح ان هو بيستعد علشان يهرب او هيضرب الحراس. لما بيوصلوا بعد دقايق بيدخل معاهم معركة وبيطحنهم ضرب، واضح ان هو نينجا. في الاخر بيقفل عليهم الزنزانة وبيهددهم ان هو هيخلص على واحد منهم لو ما نفذوش الطلبات اللي هو عايزها. وهنا بيرجع الفيلم بينا فلاش باك لقبل 3 شهور علشان نعرف ايه هي حكاية جون وليه بيعمل كل ده. جون زمان كان جندي في القوات الخاصة في فريق بينفذ المهمات المستحيلة، وهم دلوقتي عندهم مهمة يرجعوا واحد مخطوف في سوريا. بيعرفوا هنا من واحد اسمه ريتر، وده قائد المهمة، ان الشخص اللي مخطوف اللي هم رايحين يرجعوه السوريين هم اللي خاطفينه وعددهم مش كبير. اول ما بيوصلوا للمكان بيبداوا يتعاملوا مع الحراس، بيخلصوا عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصلوا للمخطوف. بيحرروه فعلا، بس وهم خارجين واحد بيضرب عليهم قذيفة بيخلص على واحد من فريق جون. كمان جون هنا بيتفاجئ لما بيلاقي عددهم كبير جدا، مش قليلين ولا حاجة. هو بيتضايق جدا لما بيعرف ان دول مش سوريين ولا حاجة، لا دول روس. المهم في الاخر بيقدروا يخرجوا وبيركبوا كلهم طيارة هليكوبتر. وهنا هو بيتخانق مع ريتر لانه كان عارف ان دول روس ومدربين مش هو سوريين، وطبعا ما قالوش اي حاجة. المهم بتخلص المهمة على خير وجون بيرجع لبيته بعد 3 شهور. بيقابل هنا حبيبته او مراته اللي بيظهر ان هي حامل وخلال ايام هتجيب له اول مولود. وبنعرف كمان من كلامهم مع العيلة ان جون خلاص ساب الجيش رسمي وهيشتغل قريب حارس شخصي في شركة خاصة. كل ده علشان خاطر مراته خايفة عليه. في نفس الوقت ده واحد اسمه رودي من الفريق بتاع جون، وهو في بيته بيخرج يطلع الزبالة بره. فجأة بتيجي عربية تخبطه وتخلص عليه، ونفس العربية اللي خلصت عليه بتروح لواحد تاني من الفريق وسط الطريق العام وبيخلصوا عليه برضه. جون كيلي بيرجع لبيته مع مراته، وواضح كده من الاحداث ان الدور عليه. بعد وقت قليل مراته بتروح تنام، هو بيقول لها انا هنزل تحت شويه اتفرج على التلفزيون او اسمع شويه اغاني ومش هتاخر عليكي. في نفس الوقت ده بيكون في جنود كتير بره حوالين بيته وبيبداوا يدخلوا. في الاول بيفصلوا الكهرباء عن البيت. جون هنا بيبدا يحس بحركه غريبه، في حاجه غلط بتحصل، فبياخد المسدس بتاعه وبيطلع يبدا يتعامل معاهم. بيخلص عليهم واحد ورا التاني، ولما بيوصل لاخر واحد منهم قائد الفريق الاتنين بيضربوا بعض كذا طلقه وبيقعوا على الارض. الجندي ده بسبب البدله اللي هو لابسها عنده حمايه اعلى شويه فبيقدر يتحمل وبيهرب. جون بيبقى تعبان جدا، بيزحف على بطنه عشان يوصل للاوضه اللي فيها مراته عايز يطمن عليها، لكن لما بيوصل بيتصدم، بيكتشف ان هم خلاص خلصوا عليها. جون بعد كده بيلحقوه في المستشفى، وبعد غيبوبه سريعه كده بيبدا يفوق وبيسال عن مراته وبنته اللي هي كانت لسه في بطنها، لكن بيعرف ان الاتنين خلاص فرقوا الحياه، محدش هيتلحق منهم. طبعا بيبقى زعلان جدا وبيسال ساندرا صديقته في الفريق مين اللي عمل كل ده. بترد عليه لحد دلوقتي معرفش، بس حتى لو عرفت عشان مصلحتك مش هقولك. بيرد عليها انا مش عايز منك اكتر من اسم الشخص اللي خلص على مراتي. بتعدي ايام وساندرا بتقلب كتير جدا في الموضوع، عايزه تعرف مين اللي عمل كده، لحد ما في يوم بتعرف ان الروس هم اللي عملوا كل ده. بينتموا بسبب اخر مهمه عملوها. المهم ان الوكاله بتقرر ان هم مش هيعملوا اي حاجه ولا اي رده فعل، لان كده بالنسبه لهم متعادلين. احنا عملنا مهمه على حسابهم وخلصنا على كام واحد منهم وهم ردوا حقهم والموضوع انتهى. وده برضه راي ريتر قائد الفريق السابق ومع الوزير المسؤول عن كل حاجه. ساندرا بتتضايق جدا منهم. في الوقت ده جون بيكون بدا يتحرك ويتمرن وحالته بتكون افضل كتير مع الايام، لحد ما في يوم ساندرا بتجيله وبتنقله كل المعلومات اللي عندها، تفاصيل كتير عن الناس اللي هجموا على بيته. بتقول له اهم حاجه انها ما تعرفش الشخص الرابع اللي هو هرب منه قائد الفريق، بس في شخص زيف لهم هويتهم هو اللي يعرفه كويس ويقدر يوصل عن طريقه. جون بالليل بيرجع البيت وبتبقى حالته صعبه جدا نفسيا، مش قادر يستحمل اللي حصل. بعد كده بيخرج من مكان سري سلاحه القديم وفلوس كتير، وبيروح يراقب الراجل اللي قالت له عليه ساندرا، وبطريقه ذكيه جدا بيقدر يتخلص من الحراس بتوعه. بيبلغ الشرطه عنهم ان هم معاهم ممنوعات، فبيوقفوهم في الطريق وهو بيستفرد بالراجل. بيخبطه في الاول بالعربيه وبعد كده بيحرقها له ويدخل جوه يديه طلقه في رجله. بيخلي الراجل في ثواني غصب عنه يقول له على كل حاجه يعرفها، وان الشخص الرابع ده اسمه فيكتور. لما بيخرج جون الشرطه بتحوطه من كل مكان وبيقبضوا عليه. المهم بيتسجن، وبنعرف بعد كده من كلامه مع ساندرا ان هم سجنوه في سجن اغلبه روس، يعني كانهم كده بيسلموه تسليم اهالي ليهم وبيقولوا لهم يلا خلصوا عليه. وبيقول لساندرا هنا بلغ الوزير ان انا عايز اقابله لان عندي معلومات مهمه جدا. جون بيروح الزنزانه وبيبقى عارف كويس ان هي مجرد ساعات وهيخلصوا عليه، فبيقرر يعمل اي حاجه عشان يهرب او يجبرهم يخرجوه. هنا بنرجع للمشهد اللي بدأنا بيه. جون بيستعد للحراس، واول ما بيوصلوا بيدخل معاهم معركه، بيطحنهم ضربه وفي الاخر بيمسك واحد منهم وبيهددهم ان هو هيخلص عليه لو ما قابلش الوزير فورا. بتيجي بقى قوه كبيره للسجن ومعاهم محقق شرطه اسمه كيفن، بيديله موبايل عشان يكلم حد من المسؤولين اللي بتبقى ساندرا. بتقول له روح مع المحقق هيخرجك من السجن وهتكون بامان ما تقلقش. جون بيسمع كلامها وبيروح معاه لانه اصلا بيثق فيها، وبيودوه للمكان اللي فيه ساندرا فعلا. وهنا
بيقابل الوزير وبيقول لهم انا عرفت ان الراجل الرابع اللي نفذ المهمه وخلص على مراتي اسمه فيكتور سبق قبل كده وعامل لكم مشاكل كتير قوي وخلص على عدد كبير من رجالتكم وانتوا كمان مش عارفين تحددوا شكله. انا شفت وشه كويس قوي لما كان في بيتي واقدر اعرفه لو وسط مليون. ريتور هنا بيعرض عليه صور لناس كتير شاكين فيهم يكون واحد منهم. جون بيتعرف عليه بمنتهى السهوله وبيقول لهم هو ده، ادوني الفريق او سيبوني لوحدي وهجيبه لكم لحد هنا متكتف وانتقم منه. الوزير بيقول انا موافق بس المهمه دي مش انت اللي هتكون قائدها، لا ساندرا، وانت هتكون ضمن الفريق معاها وريتور كمان هيكون معاكم ولما تخلص هترجع السجن تاني. جون بيقول له انا موافق ومن تاني يوم بيبداوا يستعدوا علشان هيسافروا بطياره ركاب عاديه والمفروض ان هم في الطريق فوق روسيا هينزلوا بمظلات. جون هنا بيسال ريتور انت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ فبيرد عليه لا بس هقابلكم هناك. في الطريق ساندرا بتقول له اهم حاجه ان احنا لازم نقبض عليه ونسلمه للعداله مش نخلص عليه بايدينا، ولا انت ليك راي تاني؟ بيرد عليها اتمنى لما اشوفه اقدر اتملك اعصابي واعمل اللي انت بتقول عليه بس ما افتكرش، ما اقدرش اوعدك. فجاه وهم في الطريق الروس بيوصلوا لهم، واضح ان هم عارفين المهمه اصلا. بيضربوا عليهم صاروخ وبيوقعوا الطياره بتاعتهم في الميه. جون واللي معاه رغم وقوع الطياره بيكون صعب جدا بس بيبقوا لسه عايشين. كلهم بيخرجوا ما عدا جون، مش بيرضى يخرج غير وهو معاه المعدات اللي هينفذوا بيها المهمه، والاهم قارب النجاه عشان ده هو اللي هيوصلهم اصلا. الموضوع بيبقى صعب جدا عليه وبيروح يجيبه من اخر الطياره تحت الميه، لكنه في الاخر بيعمل اللي هو عايزه وبيطلع فعلا بالمعدات وقالب النجاه. بيدخلوا بعد كده كلهم روسيا. جون بعد ما بيوصلوا بيكون شاكك جدا في ريتور وبيقول لساندرا والفريق هو الوحيد اللي دايما عارف كل المعلومات ومش بيقول لنا اي حاجه وما جاش معانا كمان. بيروحوا له كلهم. جون بيبقى هيخلص عليه وبيقول له قول الحقيقه وقول لي كمان مين الناس دول وليه بتديهم الفلوس دي كلها. الناس هنا هم اللي بيقولوا له دي فلوس علشان ندله على مكان فيكتور لان احنا عارفين مكانه وهو كان فاكر انكم فرقتوا الحياه وكان هيكمل المهمه لوحده. جون بيبقى مش مصدق قوي اللي هم بيقولوه بس بيسيبه لحد ما يتاكد. بعد كده كلهم بيروحوا للمكان اللي موجود فيه فيكتور. بينزلوا في بيت قصاد البيت اللي هو فيه وجون بالقناصه من بعيد بيشوفه يبقى يقدر يخلص عليه في لحظه بس مش بيرضى لان الطريقه دي مش هتريحه ومش هيحس ان هو خد حقه وعايز يعرف مين اللي وراه. بالليل كلهم بيروحوا ينفذوا المهمه وهم على السلم واول ما بيعدوا اول باب جون بيدخل وبيقفل على نفسه بيمنعهم يدخلوا. ولما بيوصل لفيكتور بيلاقيه عارفه كويس، ده كان مستنيه كمان والاهم مفخخ نفسه وبيقول له كلام غريب جدا بيصدم جون. بيقول له طبعا انت فاكر ان انا روسي، دي مش حقيقه، انا عميل او جندي زيك بالظبط وبشتغل في نفس الوكاله كمان اللي انت بتشتغل فيها، لكن هم بعتوك ورايا هنا عشان تخلص عليا وينفذوا مخطط اكبر بكتير من اللي في دماغك. انت دلوقتي دخلت المصيده خلاص وثواني وهتفارق الحياه بس انا هفارقها بمزاجي، انت غصب عنك. جون هنا بيقول له استنى عايز اسالك كام سؤال. فبيرد عليه لا مش هسمع، انا هضحي بحياتي عشان بلدي، شوف انت تقدر تعمل ايه. فيكتور بيخلص على نفسه. بعد ثواني جون لما بيفوق بيلاقي ان في قناصين في المباني اللي حواليهم بتحاول تخلص عليه هو والفريق. الموضوع بيبقى صعب جدا، مش عارفين يتحركوا ولا عارفين يحددوا مكان القناصين اصلا، وكل ما يلاقوا مخرج يكتشفوا ان ده فخ وفي قناصين كمان مستنيينهم. ريتور في الوقت ده بيكون معاهم وده معناه ان هو مش خاين زي ما جون كان فاكر وبيقول لهم هنا هو فخ فعلا، اذا كان من الروس او من الوكاله بتاعتنا مش مهم. الاكيد ان اللي واضح بالنسبه لنا دلوقتي ان الروس لو مسكونا هنا او خلصوا علينا هتحصل مشكله كبيره بين البلدين. الحل نخرج من هنا ومحدش يتمسك فينا ولا يقدروا يخلصوا على حد مننا، لازم نهرب من المصيده. جون وباقي الفريق بيبداوا يتعاملوا بذكاء مع القناصين، بيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. بس في الوقت ده بيكون بره وصل عدد كبير جدا من رجاله الشرطه الروسيه، وهنا واحد من الفريق بيفارق الحياه. وجون بيقول لباقي زمايله انا هطلع فوق السطح اغطيكم واشغلهم كلهم وانتوا هتهربوا وترجعوا للبلد. انتوا مهما كان جنود وفي اوراق رسميه بتثبت الكلام ده، لكن انا حتى لو اتقبض عليا او مسكوني في النهايه انا مجرد مسجون وهارب، فمفيش اي مشكله هتحصل بين البلدين وكده خطتهم تبقى باظت. جون من الاخر بيضحي بنفسه وبيطلع فوق السطح، بيبدا يشتبك مع الشرطه ويرمي عليهم قنابل ويخلص على عدد كبير منهم بيشغلهم، واصحابه بيستغلوا الفرصه ويهربوا. هو موقفه بيبقى صعب وبيحوطوه عدد كبير من رجاله الامن، خروجه من المكان بيبقى شبه مستحيل، لكن بيحاول يتعامل معاهم على قد ما يقدر وبيعمل فوضى كبيره جدا لحد ما في النهايه بيلاقي طريقه ذكيه جدا يخرج بيها. بيبدل هدومه مع واحد من الجنود وبيخرج وسطهم من غير ما حد يحس بيه. بيرجع بعد كده للفريق وبيسافروا كلهم مع بعض لامريكا، وفي ناس بتساعدهم وتهربهم. في الطريق ريتور بيقول لجون في شنطه فلوس هنا خرجنا بيها، الوكاله ما تعرفش عنها اي حاجه، انت اولى بيها، كفايه ان انت انقذت حياتنا كلنا، وانا هقول لهم ان انت فرقت الحياه اثناء تاديه المهمه، وبكده تقدر تعيش في اي مكان بعيد وبراحتك وفي هدوء لحد ما نعرف مين اللي ادانا كل المعلومات الغلط دي وورطنا هناك. جون بيقول له انا عرفت مين، مفيش غيره. ولما بيرجع جون بيروح يخطف الوزير وبيساله في الطريق انت ليه عملت كل ده؟ قول لي بدل ما اخلص على مراتك وولادك عرفت مكانهم واحنا دلوقتي في الطريق ليهم وانت عارف ليه عايز تورط البلد في مشكله كبيره زي دي؟ الوزير هنا بيقول له دي مصلحه الحكومه، لما الناس تلاقي عدو حقيقي هيتحدوا معانا ويدعمونا اكتر وهيحبونا ويدعوا لنا
انما لو مفيش عدو هيتسلوا علينا ويلعبوا بينا، شيل ده وحط ده في منصبه. جون بيقول له يعني انت بتعمل كل ده عشان مصالحك الشخصيه، لا فارق معاك البلد ولا فارق معاك حياتنا، يبقى انت هتدفع الثمن حياتك. جون في النهايه بينزل بيه في النهر وهو متكلبش في العربيه، والوزير بعد وقت قليل جدا بيفارق الحياه، وجون بيخرج وبيظهر ان هو سجل كل الكلام اللي قاله الوزير. ريتور بعد كده بياخد الكلام ده ويسمعه للرئيس عشان القضيه بتاعت الوزير تتقفل ومحدش يدور مين وراها، وياخد كمان ترقيه. في النهايه ريتور بيبعت لجون هويه جديده اصليه عشان يبدا بيها حياه مختلفه. جون بياخد الهويه دي وبيسافر، وهنا بيروح الفيلم بعد سنه تقريبا. جون بيرجع وبيقابل ريتور اللي دلوقتي بقى الوزير، وبيقول له انا عملت فريق جديد من المحترفين جنسيات مختلفه هنفذ بيهم مهمات صعبه وبفكر اشتغل معاك، ايه رايك؟ ريتور بيرد عليه ملف اول مهمه مستحيله في انتظارك. وبكده بينتهي الجزء الاول من الفيلم. لو وصلت لحد هنا اكتب تم في الكومنتات. سلام.